بفضل المصالحة الوطنية والتي انبثقت من عقل فخامة رئيس الجمهورية حفظه الله تعالى ورعاه وأمده الله بالصحة والعافية يا رب العالمين، بفضل هذا الوحي أصبحنا نعيش في سلام وأمن وأمان. اعلموا إخوة الإيمان أن الله تبارك وتعالى لا يديم علينا النعمة إلا بشكرها، لا يديم علينا هذه النعمة نعمة الأمن إلا بالمحافظة علينا. فكلنا رجال أمن، كلنا رجال أمن، وكلنا لنا في أعقابنا وفي ذمننا وفي ذممنا مسؤولية الأمن. فإذا رأى الرجل فينا رجلا يخرب أو رجل يسفك دما أو يتناول المخدرات فلا يقول بعاميتنا تخترس واسكت أبدا، أنت مسؤول أمام الله تبارك وتعالى.